السلام عليكم. نشر موقع إخباري سنغالي مقالا يفيد بأن زعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011 شوهد مؤخرا في تشاد وهو يصلي، مرجحا أن تكون وسائل إعلام غربية كذبت على العالم بشأن وفاته. وأرفق موقع السنغالي مقاله بصورة قال إنها التقطت قبل أيام في قرية صغيرة نائية في تشاد، وتطير القذافي أثناء الصلاة بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الموقع أن الشاهد ظن في البداية أنه رأى شبحا حتى اقترب منه وأخذ صورة له وسأله عن صحة هذه المعلومات، وأكد أنه شاهد القذافي حيا بأم عينيه. وافترض الموقع أن تكون المعلومات التي قد تناقلتها وسائل إعلام غربية حول مقتل الزعيم الليبي كاذبة وهادفة إلى تدمير البلاد وإحداث الفتنة فيها. وفي اختتام المقال قدم موقع فرضية أخرى داعما نظرية المؤامرة تحيط بمقتل القذافي جاء فيها قبل عامين زعمت امرأة أنها حامل من القذافي وأنها لا يزال على قيد الحياة، لكنها لم يكشف عن مكان اختبائه. مع كل هذه الفرضيات والنظريات من غير المستبعد أن يكون القذافي حي يرزق. وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن حقيقة ظهور هذا الخبر السنغالي، مشيرة إلى أن بحثا سريعا على الإنترنت يبت أن موقع السنغالي نسخ هذا المقال من موقع جور 24 الساخر الذي ينص في شروط الاستخدام على أن هذه الشخصيات الواردة في المقال حتى وإن كانت حقيقية فهي شخصيات وهمية. أما صورة القذافي المرفقة مع المقال الأصلي فتعود في الحقيقة لعام 1991، وهو تاريخ تدشين المرحلة الأولى من مشروع النهر الصناعي العظيم في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.